لو انت دلوقتي حاسة ان الضغط واخد منك كل طاقتك وانك مش قادرة تكملي يومك بنفسك الطبيعية، انا حاسة بيكي جدا، لاني مريت بفترة صعبة جدا الشهر اللي فات. كنت فيها مضغوطة نفسيا وذهنيا وجسديا بشكل مش طبيعي. بس قبل ما نبدأ، لو حابة النوع ده من الفيديوهات اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة واعملي شير لحد محتاج يسمع الكلام ده، لان الفيديو ده ممكن يفرق مع حد فعلا. والنهاردة هشارك معاكي شوية تعبيرات بسيطة جدا، لكن تأثيرها بفضل الله هيكون كبير جدا على راحتك النفسية. أول حاجة غيرتها، بطلت فكرة إني لازم أرد فورا على أي حد. زمان أول ما الموبايل يرن أو رسالة توصل كنت بحس إني لازم أرد حالا كأنه واجب، لكن دلوقتي لأ. لو أنا مشغولة أو مش في حالتي النفسية الكويسة بسيب الرد لحد ما أبقى جاهزة. مش تقليل من حد، بس احترام لنفسي ولطاقتي أولا. والحقيقة الناس المهمة فعلا هتوصلك تاني. تاني حاجة، بطلت أحارب الواقع. كنت دايما أروق البيت وبعد شوية ألاقي كل حاجة رجعت زي ما كانت أو أسوأ، وكان ده بيستنزف طاقتي جدا. لكن لما وقفت مع نفسي شوية اكتشفت ان المشكلة مش في اللي حواليا، المشكلة في توقعاتي أنا. كنت حابة دايما أكون مثالية في كل حاجة. عندي أطفال، يبقى طبيعي جدا يكون في لعب وحركة وكركبة. فبدل ما أقاوم ده بدأت إني أتقبله، وبصراحة ده ريحني جدا. تالت حاجة، خففت الحمل عن نفسي في شغل البيت. بدل ما أحط لنفسي جدول قاسي كل أسبوع بقيت أشتغل على قد طاقتي. في أيام بعمل الأساسيات بس، وفي أيام بقدر إن أنا أشتغل أكتر. وعملت لنفسي نظام بسيط، حاجات يومية خفيفة وباقي المهام موزعة على وقت أطول، وده خلاني أحس إني مسيطرة مش مضغوطة. الحاجة الرابعة، بعدت السوشيال ميديا عن عيني. مش مسحتها، بس خليت الوصول ليها مش سهل، لأن الحقيقة إحنا مش بنفتحها لدقايق، إحنا بنضيع وقت وطاقة من غير ما نحس. وفوق ده كله بتدخلنا بدوامة مشاعر مش محتاجينها، مقارنات، أخبار، توتر. فلما بعدتها شوية لقيت نفسي أهدى وأركز أكتر في حياتي. خامس حاجة، بطلت إن ألوم نفسي على كل حاجة، خصوصا موضوع الأكل. كان بيجي علي أيام مش قادرة أطبخ ولا حتى أفكر أعمل إيه، وكنت بحس بذنب كبير جدا. لكن فهمت إن مش كل يوم لازم يبقى مثالي. لو النهاردة قدرت أعمل اللي أقدر عليه بس ده كفاية. مش لازم أكون كاملة، كفاية أكون بحاول. الحاجة الخامسة واللي غيرتني بجد هي المشي. انا اصلا ما كنتش بمشي كتير، لكن في يوم كنت مضغوطة جدا لدرجة ان حسيت اني هنهار. فبقيت ماشية من بعد الشغل بدون ما اركب اي عربية، من غير موبايل ولا موسيقى ولا اي حاجة، بس انا ونفسي وربنا. الاحساس اللي جالي وقتها هدوء وراحة، كأني بفصل عن الدنيا كلها. ومن اليوم ده المشي بقى جزء اساسي من يومي. بقى وقت لنفسي ارتب فيه افكاري واهدي فيه قلبي. ومع الوقت لقيت ان صبري زاد وطاقتي اتحسنت، وبقيت اتعامل مع الضغط بهدوء اكتر، مش لان الحياة بقت اسهل، لكن لاني بقيت اهدى من جوايا. عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، اي ضغط انت فيه دلوقتي مش هيفضل كده. كل مرحلة صعبة ليها نهاية. خدي نفس كده وهدي وصلي على النبي، وابتدي خطوة صغيرة من اللي قلناهم، وصدقيني هتلاقي فرق. لو الفيديو لمسك اعملي لايك ونوريني باشتراكك في القناة، وشاركي الفيديو مع حد ممكن يكون محتاجه. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.